ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. قبل ما نغوص في الحكاية، خليني أقولك كلمة من قلبي بجد، مش كلام محفوظ. يا جماعة بجد، أنا ممتنة قوي لكل واحد فيكم، لكل لايك، لكل كومنت، لكل حد شجعني حتى بكلمة صغيرة. انتوا مش متخيلين الدعم ده بيفرق معايا قد إيه. وأحب أكون صريحة معاكم، أنا عارفة إني مش أكبر قناة، ولا أحسن قناة، ولا عندي إمكانيات ضخمة، ولا ملايين مشتركين، بس عندي حاجة واحدة بس، إني بحاول بجد، وبتعب، وبقدم من قلبي، وبحكي قصص حقيقية، مخيفة وغريبة، ومش بتتقال كتير، ومش سهلة. ولو أنت هنا دلوقتي وسمعت صوتي واخترت إنك تكمل ثانية زيادة، فأنت مش صدفة، وأنا مقدرة وجودك قوي. القناة دي من غيركم ولا حاجة، وكل فيديو بنزله بيبقى وأنا حاسة إن ورايا ناس مصدقاني، والإحساس ده لوحده نعمة كبيرة قوي. الاشتراك بالنسبة لك ضغطة زر، لكن بالنسبة لي فرق كبير قوي، فرق يخلي واحدة مكملة ومصدقة في حلمها. وعشان كده حابة أعمل معاكم تحدي. إيه رأيكم نوصل ل1000 مشترك خلال الشهرين الجايين؟ مش علشان رقم، لكن علشان نحس إننا بنكبر سوا، وإن كل واحد فينا جزء من الرحلة دي. أنا واثقة فيكم، وواثقة إن كل واحد هيعمل اشتراك مش هيندم أبداً، لأن اللي جاي مش عادي، قصص أعمق، غموض أكتر، ورعب حقيقي بجد، مش أي كلام. فلو الفيديو شدك، أو حسيت بالراحة، أو حتى فضولك قالك كمل، اعمل اشتراك دلوقتي من غير تردد، ودوس على الجرس وخليك معانا من البداية، واكتب لي في الكومنتات مشترك جديد أو مكملين سوا، عشان أعرفك واحد واحد، وأفتكر دايما إن في ناس واقفة في ظهري بجد. يلا اقفل النور، قرب الشاشة وخليك معايا، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، اللي جاي تجربة. تخيل معايا كده إنك تصحى الصبح، تفتح التلفزيون، تلاقي اسم مايكل جاكسون، مش على مسرح، مش في أغنية، مش في حفلة بتولع الدنيا، لكن في نشرة أخبار، وقصاد اسمه كلمة واحدة بس: اتهام. في اللحظة دي العالم كله وقف، مش أمريكا بس، العالم كله. إزاي ملك البوب، الطفل اللي كبر قدام عيون الناس، اللي صوته كان بيخش البيوت من غير استئذان، اللي رقصته كانت بتتقلد في كل شارع، يبقى فجأة في قلب قضية تهز صورته وتهز ثقة الملايين فيه؟ القضية دي مش سهلة، ومش أبيض وأسود، ومش قصة شرير وبطل. دي قضية اسمها مايكل جاكسون، يعني شهرة، يعني ضغط، يعني طفولة مسروقة، يعني عالم ما بيفصلش بين الإنسان والأسطورة. من وهو طفل مايكل معاش حياة طبيعية، معرفش يعني إيه يلعب في الشارع، معرفش يعني إيه يكبر بهدوء. كان دايماً تحت الضوء، تحت التقييم، تحت الحكم. كبر، بس جواه طفل بيحاول يرجع اللي اتسرق منه، فبنى عالم خاص بيه، عالم اسمه نيفرلاند، مكان مليان ألعاب، ضحك، أطفال، خيال، وحلم بالبراءة. وهنا الأسئلة بدأت. ليه أطفال كتير حوالينه؟ ليه بيحب يقعد معاهم؟ ليه بيتكلم عن البراءة بالطريقة دي؟ هل ده إنسان اتكسر بدري، ولا حد مستخبي ورا قناع؟ الإعلام دخل، الصحافة اشتغلت، العناوين بقت نار، والرأي العام اتحول لمحكمة مفتوحة. ناس بتقول مستحيل، ده مايكل، وناس تانية بتقول مفيش نار من غير دخان. الحقيقة اتدفنت وسط فلوس، شهادات، ضغوط، محامين، وعناوين بتبيع خوف أكتر ما بتبيع حقيقة. القضية دي مش بس عن اتهامات، دي عن إزاي الشهرة ممكن تدمر إنسان، إزاي الطفولة المسروقة تطلع بأشكال غريبة، وإزاي العالم بيحبك قوي وبيرميك أسرع. في الحلقة دي
مش جايين ندافع ولا جايين ندين ولا جايين نكرر كلام اتقال مليون مرة. إحنا جايين نفهم، نرجع القصة من أولها بالعقل وبالهدوء ومن غير ضجيج، علشان قبل ما تحكم لازم تسمع، وقبل ما تصدق لازم تشوف الصورة كاملة. اقفل النور، قرب وخليك معايا، لأن اللي جاي مش مجرد قضية فنان، اللي جاي قصة إنسان اتحط قدام العالم كله واتساب لوحده. قبل ما اسم مايكل جاكسون يبقى أسطورة، وقبل ما يبقى ملك البوب، وقبل الشهرة والفلوس والقصور، كان في طفل صغير جداً واقف على مسرح قدامه ميكروفون أكبر من إيده، وورا الكواليس أب قاسي وبيئة ما تعرفش الرحمة. مايكل جاكسون اتولد سنة 1958 في مدينة اسمها جاري، ولاية إنديانا، مدينة صناعية فقيرة، بيوتها صغيرة وشوارعها ناشفة، ومفيش فيها أي حاجة تقول إن طفل منها هيبقى أشهر إنسان على الكوكب. هو كان الطفل الثامن في عيلة كبيرة، 9 إخوات وأب اسمه جو جاكسون. الراجل ده كان مدير فرقة ولاده، بس الحقيقة كان حاكم عسكري أكتر منه أب. جو جاكسون كان شايف ولاده مشروع مش أطفال، والغلط عنده تمنه ضرب، والدموع ضعف، والطفولة حاجة ملهاش مكان. مايكل نفسه حكى بعد كده إنه كان بيترعب لما يشوف أبوه داخل الأوضة، وإنه كان بيتضرب لو غلط نغمة أو اتحرك حركة مش في مكانها، وإنه كان بيتمرن بالساعات، وأي تعب مرفوض. البداية جاكسون 5 سنة 1964. مايكل كان عنده 6 سنين، انضم رسمياً لفرقة إخواته The Jackson 5، وهنا حصلت الصدمة. الطفل الصغير طلع صوته مش طبيعي، إحساس، تحكم، حضور، كاريزما تخض. الناس كانت واقفة ومش مصدقة، إزاي طفل بالسن ده بيغني كده؟ سنة 1969 الفرقة وقعت مع موتاون ريكوردز، واحدة من أكبر شركات الإنتاج وقتها، وحققوا نجاح انفجاري. أغانيهم دخلت الترتيب الأول واحدة ورا التانية. بس في الوقت اللي الناس كانت شايفة نجومية، مايكل كان بيعيش حاجة تانية خالص، الطفل اللي معاش. مايكل كبر بس من غير طفولة حقيقية. هو قال في مقابلات كتير إنه عمره ما لعب في الشارع، ولا عاش حياة طبيعية، ولا كان عنده أصحاب غير إخواته، ولا عارف يعني إيه حرية. كان دايماً شغال، دايماً مطالب بالكمال، دايماً تحت ضغط. وده مهم قوي، لأن دي أول نقطة نفسية في القصة. الطفل اللي معاش طفل غالباً بيفضل جواه طفل طول عمره. الانفجار العالمي في السبعينات، مايكل بدأ شغل منفرد، وبدأ يثبت إن موهبته أكبر من أي فرقة، لحد ما جه 1982 وألبوم ثريلر. الألبوم ده مش بس نجح، ده غير تاريخ الموسيقى، أكتر ألبوم مبيعاً في التاريخ، كليبات بتتعامل كأفلام، رقصات بقت أيقونية، ومايكل بقى مش نجم، بقى ظاهرة. بس مع الشهرة الجنونية بدأ يظهر جانب تاني، نيفرلاند، الهلوب الكبير. في أواخر الثمانينات مايكل اشترى مزرعة ضخمة وسماها نيفرلاند. المكان ده كان فيه ألعاب ملاهي، حديقة حيوان، سينما، عربيات، كل حاجة أي طفل يحلم بيها. مايكل قال صراحة، أنا ببني الطفولة اللي معشتهاش. وكان بيستضيف أطفال كتير، مرضى، فقراء، مع عائلتهم، وكان الإعلام وقتها شايف ده طيبة قلب. لكن مع الوقت الناس بدأت تسأل، ليه دايماً أطفال؟ ليه مش كبار؟ ليه دايماً بيقضي وقت طويل معاهم؟ والأسئلة دي كانت بذرة أول شك. لحد هنا إحنا لسه ما دخلناش في القضية، ولا الاتهامات، ولا المحاكم، ولا الجدل. إحنا لسه بنحط الأساس. طفل اتربى بالقسوة، كبر تحت ضغط، معاش طفولة، هرب لعالم خاص، وبقى أغرب شخص في العالم. السؤال اللي هيقلب كل حاجة بعد كده، هل اللي حصل بعد ده كان نتيجة مرض، ولا سوء فهم، ولا جريمة حقيقية، ولا تشويه متعمد؟ بعد النجاح الجنوني، وبعد ما مايكل جاكسون بقى اسم ما بيتكررش، وبعد ما صورته اتعلقت في كل بيت، حصل اللي محدش كان متخيله. سنة 1993، السنة دي كانت نقطة التحول الحقيقية، مش بس في حياة مايكل، لكن في نظرة العالم ليه كلها.
في الوقت ده مايكل كان في قمة مجده، حفلات عالمية، فلوس بلا حدود، شهرة تخوف، ومكان اسمه نيفرلاند بقى حديث الإعلام. وهنا دخل اسم جديد في القصة، اسم هيفضل مربوط بمايكل للأبد. طفل اسمه جوردن تشاندلر، عنده 13 سنة، ابن طبيب أسنان اسمه إيفن تشاندلر. مايكل اتعرف على الطفل وعيلته وبدأ يقضي وقت معاهم، سفر، هدايا، قعدة طويلة، نيفرلاند، زي ما كان بيعمل مع أطفال تانيين. في الأول محدش شك، لأن ده كان مايكل جاكسون، الراجل اللي بيتبرع بالملايين وبيزور مستشفيات الأطفال وبيتكلم دايماً عن البراءة. لكن فجأة الدنيا اتقلبت. في صيف 1993 الأب إيفن تشاندلر قدم بلاغ رسمي بيتهم فيه مايكل جاكسون بالتحرش الجنسي بابنه. الخبر نزل زي القنبلة، الإعلام انفجر، العناوين كانت صادمة، والناس مش مصدقة. إزاي؟ إمتى؟ وفين؟ ومين بيقول إيه؟ والأهم، هل ده حقيقي ولا ابتزاز؟ من أكتر الحاجات اللي زودت الشكوك إنه ظهر تسجيل صوتي للأب إيفن وهو بيتكلم مع حد وبيقول كلام معناه لو مايكل دفع الموضوع هيخلص، لو ما دفعش هدمره. التسجيل ده خلى ناس كتير تشك إن الموضوع ابتزاز، مش قضية أخلاقية. لكن في نفس الوقت في تقارير نفسية قالت إن الطفل وصف تفاصيل حساسة ما ينفعش طفل يعرفها بسهولة، وده خلى القضية تبقى معقدة جدا، ما فيهاش أبيض وأسود. الشرطة دخلت على الخط، تفتيش نيفرلاند، مصادرة أجهزة، تحقيقات طويلة، وضغط إعلامي مرعب. وتم استدعاء مايكل عشان يخضع لفحص جسدي، عشان يقارنوا أوصاف الطفل بجسمه الحقيقي. والنقطة دي تحديداً كانت مهينة نفسياً لمايكل، وهو قال بعد كده إنه حس إنه اتكسر. قبل ما القضية توصل لمحكمة جنائية حصل اللي خلى الشك يزيد. مايكل جاكسون وافق على تسوية مالية وصلت لحوالي 23 مليون دولار من غير اعتراف بالذنب. قانونياً ده كان عشان يمنع القضية المدنية مش الجنائية، لكن في نظر الناس اللي بريء يدفع ليه؟ وده السؤال اللي لحد النهاردة مليهوش إجابة واحدة. بعدها بشهور مايكل انهار نفسياً، اتنقل مستشفى، اتلغت حفلات، واختفى فترة. صورته اتشرخت حتى لو ما اتحكمش عليه. الشك دخل ومعرفش يطلع. الطفل وعيلته اختفوا من الإعلام، ومايكل كمل حياته، لكن عمره ما رجع زي الأول. الجزء ده مش بيثبت إدانة ولا براءة، هو بس بيثبت حقيقة واحدة. من سنة 1993 مايكل جاكسون ما بقاش مجرد فنان، بقى قضية، وبقى جدل، وبقى لغز إنساني مرعب. والأخطر إن ده كان أول اتهام مش آخر واحد. الفصل اللي جاي هيدخلنا على اتهامات جديدة، وشهود جدد، ومحاكم، وشعب منقسم نصين، ناس شايفاها ضحية وناس شايفاها وحش متخفي. بعد زلزال 1993 والتسوية اللي سابت علامة استفهام كبيرة، الدنيا هديت شوية. بس الهدوء ده كان كذاب، لأن الحقيقة القصة ما خلصتش، دي كانت بتسخن بس. من 1994 لحد بداية الألفينات مايكل حاول يرجع حياته لطبيعتها، ألبومات، حفلات، ظهور إعلامي محسوب، لكن سمعته كانت دايماً ماشية جنبه زي ظل تقيل. الشرطة في كاليفورنيا ما قفلتش الملف، كان في مراقبة وتجميع معلومات وشهادات بتتسجل في الهدوء. واللي كان باين للناس إن مايكل عدى، بس اللي كان مستخبي إن العاصفة الجاية أقوى بكتير. في سنة 2003 ظهر طفل جديد في الصورة اسمه جافن أرفيزو، عنده 13 سنة، كان مريض سرطان، ومايكل قربه وساعده واستضافه في نيفرلاند مع عيلته. في الأول القصة كانت إنسانية وأعلامية وتقارير بتشيد بإنسانيته، لكن فجأة العيلة طلعت وقالت إن في إساءة حصلت. وهنا بقى الموضوع ما بقاش تسوية
ولا كلام جرايد، دي بقت قضية جنائية رسمية. شرطة كاليفورنيا دهمت نيفرلاند أكتر من مرة بكاميرات وبدل وبتفتيش شامل. العالم كله كان بيتفرج، والمشهد كان صادم. قصر، تحقيق، نجم عالمي، متهم علنياً. اللي حصل ده كسر صورة الأسطورة حتى قبل ما أي حكم يطلع. سنة 2005 بدأت واحدة من أشهر محاكمات القرن، ولاية كاليفورنيا ضد مايكل جاكسون. التهم كانت خطيرة: تحرش بقاصر، أفعال غير لائقة، تقديم مواد غير مناسبة لطفل. مايكل أنكر كل التهم من أول لحظة وقال إنه بريء. اللي خلى القضية معقدة جدا مش بس الاتهام، لكن التناقضات. الطفل غير أقواله أكتر من مرة، الأم كانت ليها تصريحات متناقضة، في شهود اتكلموا وفي شهود اتراجعوا، وفي نفس الوقت الدفاع قدم شهود قالوا إن العيلة كانت بتحاول تستغل مايكل مادياً. القضية بقت مش بس حصل ولا ما حصلش، لكن مين صادق ومين بيكذب، ومين متأثر بالفلوس ومين متأثر بالخوف. مايكل نفسه ظهر في المحكمة ضعيف، نحيف، واضح عليه الضغط وأحياناً التعب. كان بيتكلم بهدوء وبيكرر: أنا عمري ما أذيت طفل. لكن مهما قال، الشك كان موجود، والقضية كانت مفتوحة على كل الاحتمالات. بعد شهور طويلة من الشهادات والتحليل والتدقيق، في يونيو 2005 المحكمة أعلنت الحكم: براءة مايكل جاكسون من كل التهم، لا إدانة، لا سجن، لا عقوبة. قانونياً القضية خلصت، بس اجتماعياً ولا حاجة خلصت. حتى بعد الحكم مايكل ما رجعش زي الأول، سمعته اتجرحت، ثقته في الناس اتكسرت، الإعلام فضل يشكك، والجمهور انقسم أكتر. ناس قالت القانون قال كلمته، وناس قالت البراءة مش دايما معناها الحقيقة. والأهم، مايكل نفسه ما استحملش الحمل ده كله، وعاش بعدها في عزلة أكتر وهدوء غريب، كأنه شخص بيهرب من العالم. وهنا مش بيدين ولا بيبرأ من جديد، الفصل ده بيحكي لحظة اتحط فيها إنسان قدام العالم كله واتحاسب وطلع بريء قانونياً، لكن مجروح إنسانياً. والسؤال اللي لسه معلق ومش هيختفي: هل الحقيقة كاملة اتقالت، ولا في حاجة عمرها ما هتطلع للنور؟ بعد حكم البراءة سنة 2005 الناس كانت فاكرة إن مايكل خلاص طلع من النفق ورجع ملك وهيبدأ من جديد. بس الحقيقة اللي حصل بعد المحكمة كان أصعب بكتير من أي اتهام. بعد ما القضية خلصت، مايكل ما قدرش يكمل في أمريكا، ولا في كاليفورنيا، ولا حتى في نيفرلاند اللي كان بيعتبرها بيته. ساب نيفرلاند وسافر، تنقل بين البحرين، أيرلندا، ألمانيا والشرق الأوسط، كأنه شخص بيجري من ذكرياته مش من الناس. هو نفسه قال في دايرة ضيقة: أنا تعبت، مش عايز أبقى مرئي. وده كان واضح، ما بقاش يظهر ولا يتكلم ولا يقرب من الإعلام غير نادر. الناس كانت فاكرة إن مايكل غني لدرجة مش محتاج يعمل حاجة، بس الحقيقة مختلفة. مايكل كان عنده ديون ضخمة، مصروفات خيالية، قصور، موظفين، قضايا قديمة، وعقود معقدة، والفلوس كانت بتنزف. وده خلاه غصب عنه يبدأ يفكر يرجع، مش لأنه جاهز، لكن لأنه محتاج. سنة 2009 اتعلن عن حفلات ضخمة في لندن اسمها This is It. 50 حفلة، عودة تاريخية، ملايين التذاكر اتباعت في ساعات. العالم كله اتحمس وقال مايكل رجع. لكن اللي كان جوه الكواليس كان مرعب. الناس اللي حضرت البروفات قالت إن مايكل نحيف جداً، مرهق، بينسى، بيترعش أحياناً. كان بيحاول، لكن جسمه ما كانش مساعده، وكان بيعاني من أرق شديد، ألم مزمن، إجهاد عصبي، وده دخله في دايرة خطيرة. مايكل كان بيعتمد على أدوية منومة قوية علشان يعرف ينام، ومن هنا دخل في علاقة مع طبيب اسمه كونراد موراي. الطبيب ده كان بيديله أدوية تخدير مش معمول بيها علشان النوم في البيت، وأخطرهم دواء اسمه بروبوفول، دواء بيستخدم في غرف العمليات. مايكل كان بيسميه اللبن، وده لوحده
كان إنذار أحمر. في بيته في لوس أنجلوس مايكل كان بيستعد للبروفات. الطبيب اداله الجرعة وسابه ينام، لكن اللي حصل إن مايكل ما صحيش. اتصلوا بالإسعاف، محاولات إنعاش، مستشفى، ضغط، تليفونات، صراخ، وفي الآخر تم إعلان وفاة مايكل جاكسون عن عمر 50 سنة. التحقيقات قالت سبب الوفاة تسمم حاد بسبب أدوية التخدير، خصوصاً البروبوفول. مش انتحار، مش جريمة قتل مباشرة، لكن إهمال طبي جسيم. كونراد موراي اتحاكم واتدان بتهمة القتل غير العمد. اتحكم عليه بالسجن وخسر رخصته الطبية. لكن السؤال اللي فضل معلق، هل دكتور واحد كان السبب؟ ولا سنين ضغط وعزلة وخوف وطفولة مكسورة كلها تراكمت وانفجرت في اللحظة دي؟ مايكل مات وهو بيحاول يرجع، وهو محتاج، وهو مرهق، وهو لوحده. مات مش كوحش ولا كملاك، لكن كإنسان اتكسر بدري واستنزف لحد الآخر. وهنا مش عن الاتهامات ولا المحاكم ولا الشائعات، الفصل ده عن نهاية إنسان عاش تحت الضوء ومعرفش يعيش في الضلمة ولا في النور. مين كان مايكل جاكسون فعلاً؟ قبل ما أقول رأيي خليني أقول حاجة مهمة قوي. القضية دي ما ينفعش تتحكم عليها بجملة واحدة، ولا بكلمة ملاك، ولا بكلمة وحش، لأن مايكل جاكسون كان أعقد من كده بكتير. وده تحليلي أنا كبنت، كمتابعة، كإنسانة حاولت تفهم مش تحاكم. مايكل جاكسون كان طفل حتى وهو عنده 50 سنة. أول وأخطر نقطة إن مايكل عمره ما عاش طفولة، مش تعبير مجازي، لأ، طفولة حرفياً ما حصلتش. ضرب، ضغط، شغل، شهرة، فلوس من وهو عنده 6 سنين. الطفل اللي يتحط عليه حمل ده بيكبر جسدياً، لكن جواه بيفضل طفل محتاج أمان، محتاج لعب، محتاج قبول. وده يفسر حاجات كتير: هوسه بنيفرلاند، قربه من الأطفال، رفضه لعالم الكبار، سذجته أحياناً، وإنه كان بيهرب من أي علاقة ناضجة حقيقية. وده تفسير نفسي، مش تبرير، مش اتهام، لكن مفتاح فهم. هل قربه من الأطفال كان خطر؟ السؤال ده هو أخطر سؤال. الحقيقة المؤلمة، قربه من الأطفال كان غير طبيعي اجتماعياً، حتى لو نيته كانت بريئة. أي شخص بالغ، خصوصاً بالشهرة دي، كان لازم يفهم إن العالم مش هيفسر ده براءة. وده أول خطأ قاتل. لكن الخطأ مش دايماً جريمة. القانون فتش، حقق، وحاكم، وبرأه. وده معناه إن مفيش دليل جنائي ثابت على إنه ارتكب جريمة تحرش. طب ليه القضايا ظهرت أكتر من مرة؟ سؤال مشروع. من وجهة نظري في 3 احتمالات، وممكن يكونوا متداخلين. 1، مايكل كان شخص سهل الاستغلال بعاطفيته وسذجته وثقته الزايدة. 2، الفلوس والشهرة خلت ناس تشوفه فرصة مش إنسان. 3، الإعلام كان مستني أي غلطة، أي شبهة عشان ينهشه. وده مش دفاع، ده تحليل من واقع قاسي الشهرة فيه بتاكل أصحابها. هل البراءة معناها إنه ملاك؟ لا، البراءة معناها إنه ما ثبتش عليه جريمة. لكن مايكل كان عنده مشاكل نفسية حقيقية: اعتماد مرضي، خوف، هروب، أرق، إدمان أدوية، انعزال. يعني إنسان مش قديس ومش شيطان. أكتر حاجة مرعبة في القصة كلها مش الاتهامات، مش المحاكم، مش الموت. أكتر حاجة مرعبة إنه مايكل عاش ومات وهو لوحده. ناس حواليه، بس مفيش حد حماه من نفسه ولا من ضعفه ولا من سذجته. اللي حصل له كان نتيجة طفولة مكسورة، شهرة قاتلة، ضغط عالمي، وغياب أمان حقيقي. استنتاجي النهائي من غير تلوين: مايكل جاكسون في رأيي مش وحشة متخفي، ومش ملاك نازل من السماء. إنسان اتكسر بدري، عاش في عالم ما يرحمش، وتساب غلط لأنه ما كانش فاهم العالم. ولو في جريمة حقيقية فهي جريمة ترك إنسان هش لوحده في قمة العالم من غير حماية. آخر جملة وخلي بالك منها: الحقيقة في قصة مايكل مش أبيض ولا أسود. الحقيقة رمادي تقيل، موجع ومعقد. وعشان كده
القضية دي مش هتتقفل أبداً، ولا بحكم ولا بوثائقي ولا في رأي واحد. لكن اللي مؤكد إن مايكل جاكسون كان واحد من أكتر البشر اللي العالم حبه وما عرفش يحميهم.